السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وصفة رمضانية زوينة وغادي تعجبكم. يعني غادي تجي على شكل مقليات أو معسلات. مهم مقلية. نتوما كتختاروا إما ديروا ليها العسل، إما ديروا لها السكر، أما الشوكولاتة، أما تخليوها عادي. يعني داكشي كيبقى اختياري، أولا كديروا بواحد الشكل ديال بيني، يعني داكشي كيبقى اختياري. المهم هذه وصفة رمضانية زوينة، ولكن تصلح حتى الكوتي في الأيام العادية. المهم نخليكم مع الوصفة ديالي. اللي دخل اول مره القناه ديالي زينب تريمي شانيل غادي تلقاو ديما الجديد والمفيد والاقتصادي وفي نفس الوقت منوعات في الطبخ واي حاجه، يعني ثقافه عامه وكلشي. المهم الطريقه ديال البطبوط انا راه حطيتها لكم في القناه ديالي في فيديو اخر. غادي تلقاوه في صندوق الوصف او المنشور المثبت. غادي تلقاو جميع الوصفات اللي استخدمت فيهم البطبوط. كما تشوفوا نتوما كتختاروا، اما بغيتو يعني قطعة مشنفة فهذيك هي الشكل، ما بغيتوش كتختاروا قطعة عادية بحال هكا، يعني كتقطعوا اما بقطعة عادية ولا بموس. مهم كيبقى داكشي ديالكم اختياري. ومني كنصايبو هادشي كنخليوه شوية غير يختمر بين ما وجدنا الزيت ديالنا، وكنحطوه وكنقليوه وكيتقدم على حسب الرغبة كما قلت لكم في اول الفيديو. ونتمنى عجبتكم هذا الفيديو. حتى نتلاقاو في فيديو ان شاء الله. باي باي، تهلاو في راسكم.